الكثيرين ممن رأوا هذا الأمر، وهنا نحن في الأعراض وهناك استياء حتى في الشارع من هذا الأمر. وقد وجدنا المقام بحفريات حوله، حفروا منطقة فيه وحفروا لنبش هذا المقام ولإخراج الجثة وإخفائها في مكان غير معروف. وهناك استياء ورؤية إلى أن هذا الفعل نحن لا نقبل أن ينبش قبر أي إنسان، فما بالك بأن ينبش قبر صحابي جليل معترف به من مركز الإفتاء العالمي. هذا الفعل الكل يراه أنه هو عبارة عن كما نقول من ثمارهم تعرفونهم. هناك يحاولون أن يعبروا عن ثقافتهم وحقيقتهم، فهدم نبش هكذا مقامات وهدم هذه الامور والروابط التي تعبر عن ثقافتنا الاسلاميه هو تاسيس لقطيعه معرفيه وثقافيه وتاريخيه عن الثقافه الاسلاميه الحقه، لهدم حوامل الثقافه الاسلاميه والتراث الاسلامي. هذا فكر وهابي سيدتي، هذا فكر وهابي بامتياز. نحن نسالهم هل نبش هذا القبر هو لإسقاط نظام؟ هل هذه الحرية؟ يتحررون من ماذا؟ من الإسلام، من الثقافة، من الإنسانية. هناك غضب عارم سيدتي من كثيرين ممن نعم سيد أحمد، يعني هل هناك معلومات أيضا عن أماكن أخرى طالها التخريب؟ نعم سيد أحمد، هل سمعتني؟ هل هناك معلومات عن هذا شاهدناه اليوم وهذا نعم تفضلي. نعم، هل هناك معلومات عن أن التخريب طال أماكن أخرى في المقام؟ لا، لكن هناك عدة مكانين محفورين وهناك شيء وكأنه قفص أو شيء يبدو أنه مكسر ومخرب بجانبه. والحفر غميق، وهذا غير الاحتفالية التي قاموا بها وهم ينبشون، والتحدث عن احتفالية وكأنهم يقومون بانتصار غريب، انتصار على الإسلام، على الثقافة، على الإنسانية. لكن ليس أكثر من هذا المكان الذي في هذه الحادث الأخير هذا ما جرى. يعني من هي هذه المجموعات المسلحة ولأي جهة تنتمي؟ لا هم الآن انزلوا على تنسيقية الثورة السورية في ريف دمشق، انزلوا على تويتر موقعهم وانزلوا في يوتيوب صور احتفالية. أنا أبطال الجيش بما يسمى الجيش الحر قاموا بهذا وهم يحتفلون وكأن من حفروا وكأنهم ينفيوا أن هذا صحابي جليل، رجل من رجال الإسلام.